السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هشارككم معايا فطاري. هنعمل مكرونة بالبشاميل بصوص بشاميل دايب وطعمه تحفة، واللحمة المعصجة بدون لحمة نهائي اللي كنا عاملينها في فيديو قبل كده ومخزنها لرمضان. وهنعمل كمان كرات الجبنة مقرمشة جدا من بره ومن جوه دايبة دوب. وهنعمل كمان الفراخ مشوية طعمها تحفة وطريقتها سهلة جدا. عملنا الكنافة اللي هي بكريمة التوفي. اللي ما شافش الوصفة سيبها لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق. يلا بينا تعالوا نشوف المقادير. اول حاجة هسلق المكرونة واسيبها واروح اعمل بشاميل. حطيت 3 معالق سمنة كبار، هنزل عليهم ب3 معالق من الدقيق. هقلبهم مع بعض لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح كده. بس انا حسيت ان الدقيق قليل فنزلت كمان بمعلقة دقيق. بعد ما خد لون كده ذهبي فاتح، نزلت بكيلو من اللبن بس تدريجي، شوية شوية. بعد ما نزلت بكيلو لبن هنزل ده طبق كان ميكس جبن على بعض، رومي وموتزاريلا وشيدر. نزلت بيه كان عندي في التلاجة. وده جبنة كريمي بطعم الجبنة الرومي، انا اللي عاملاها في البيت، بخزنها وبطلع اعمل منها لو هحط على بشاميل هناكلها كده. ان شاء الله هبقى اعمل لكم ليها فيديو مخصوص. هنزل بقى بملح ونزلت بفلفل اسمر وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. اول ما الدقيق داب وخلاص كله اتجانس مع بعضه، حسيت ان الجبنه كمان قربت تسيح، نزلت بكيلو لبن كمان. انا بحب البشاميل كتير، لو عايزين تعملوا على الصينيه دي كيلو ونص مفيش مشكله. بعد ما البشاميل كده قلبته وغلى ومسك نفسه، نزلت بقى عليه على المكرونه. حطيت يعني ربع الكميه على المكرونه، وبعدين حطيت من تحت، ما دهنتش سمنه ولا اي حاجه، بشاميل. وقمت فارده اول طبقه. دي اللحمه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض بدون لحمة نهائي. اللي عايز الطريقة هسيبها له في صندوق الوصف، ولو من على الفيس هسيبها له في اول تعليق. بعد ما حطيت اللحمة حطيت معايا كيس من اللي انا كنت عاملاه وحتة من الكيس التاني، ونزلت بطبقة المكرونة التانية ونزلت بالبشاميل بقى فوق. انا بحبها تكون متغرقة بشاميل. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 من تحت، واكون مولعة الشواية. اول ما تاخد لون خلاص كده بطفي عليها. انا سلقت بطاطس وهرستها كويس جدا مع مكعبين من الزبدة، ونزلت بنص كوباية من البقسماط او الفيجيتار. ده فيجيتار انا عاملاه في البيت. ونزلت بمكعب مرقة وتوابل الشوي وتوم وبصل بودر وفلفل اسمر. ونزلت كمان بتوابل الفراخ، ما حطيتش ملح علشان خاطر توابل الفراخ وتوابل الشوي فيهم ملح، ومكعب المرقة كمان فيه ملح. كان عندي كده حوالي شوية جبنة رومي على شوية جبنة موتزاريلا. خدتهم وقلبتهم كده على بعض، وهبدأ بقى أعمل كرات الجبن. دلوقتي انا دهنت الصينيه اللي انا هحط عليها عشان ما يلزقوش. شايفين قوامها ماسكه نفسها، ما تخلوهاش طريه، تكون ماسكه نفسها. تعرفوا ان انتوا تمسكوها في ايديكم ما تلزقش. تفضلوا تحطوا من البقسماط حبه حبه لحد ما تحسوا ان هي قوامها بقى حلو في ايديكم كده. بفردها بالطريقه دي وبفتحها من النص، وابدا احشيها بقى من ميكس الجبن، واقفلها واكورها بايدي واحطها وارص بقى الكميه كلها. تمام. شايفين قوام العجينة في ايدي بتاع البطاطس عاملة ازاي؟ لازم تبقى ماسكة نفسها كده. انا بزود حبة حبة لحد ما توصل معايا. شايفين اتبقى معايا قد ايه؟ يعني عملت كل الكمية دي وبقى معايا. هدخلها بقى على الفريزر لمدة ساعتين او على التلاجة من قبلها بيوم. انا حاطاها في التلاجة بصراحة، واقول لكم على الخطأ اللي انا وقعت فيه ان شاء الله. دلوقتي انا معايا الفراخ، انا عصرت عليها ليمونة وحطيت دقيق وملح، وهبدأ كده ادعكها كويس جدا وانزل عليها بالمية واسيبها منقوعة لحد بقى ما اغلي المية، واحط بقى إيه ورق لورا وحبهان وبصل ومكعبات مرقة، وبسيبهم بقى يغلوا على النار. بكون انا بقى شطفتها خلاص، ونزلت عليها بقى بملح وفلفل، وبدعكها كويس جدا بالملح والفلفل من جوه ومن بره ومن تحت الجلد. الخطوة دي كويسة جدا، بتطلع معاكي الفرخة مش زفرة خالص وطعمها بيبقى حلو.
بعد ما المية غلت نزلت بقى بالفراخ اللي عندي. تعالوا بقى على ما الفراخ تستوي نشوف احنا هنعمل ايه. في كرات الجبنة انا جبت كده كيس دوريتوس بطعم الجبنة، هاخده بقى افرمه كويس جدا. ده كان تاني يوم. انا سبت كرات الجبنة من قبلها بيوم في التلاجة. خلاص نزلت كده بالدوريتوس بعد ما فرمته، ونزلت عليه ده فيجيتار انا عاملاه في البيت. الطريقة برضو على القناة، اللي عايزها برضو هحطها في صندوق الوصف او في اول تعليق هتلاقوا كل الوصفات. تمام. نزلت بقى بدي نص كوباية لبن على بيضة وملح وفلفل اسمر وقلبتهم. جبت بقى كرات البطاطس من التلاجة عشان ما كانش عندي مكان في الفريزر فحطيتها في التلاجة. وبدأت بقى أنزل في الدقيق، ومن الدقيق على البيض واللبن، ومن البيض واللبن على خليط الفيجيتار والدوريتوس اللي احنا عملناه. الدوريتوس ده هدي طعمها في حتة تانية خالص، وكمان بطعم الجبن، وهي أصلا اسمها كرات جبن، فعشان كده اخترت ان انا اعمل لها الدوريتوس بطعم الجبن. خلى طعمها جميل جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وممكن ابقى اعمل لها فيديو سريع كده برضو بالتفصيل ليها هي بس. لو انتوا عايزين اكتبولي في التعليقات. تمام. طلعت بقى من اللبن والبيض على الفيجيتار. هغلفها بقى كويس جدا. لو عايزين تعملوا طبقتين تنزلوا على اللبن والبيض تاني وترجعوا تحطوها في الفيجيتار تاني. في واحدة برضو انا هعملها معاكم واوريها لكم دلوقتي. انا نسيت اقول لكم كميه البطاطس اللي انا استعملتها. انا استعملت حوالي 10 حبات بطاطس صغيرين. حطيت عليهم بقى نص كوبايه البقسماط والتوابل اللي انتوا شفتوها دي، حوالي 10 بطاطسيات صغيرين خالص. هسيبها في التلاجة على ما اعمل الفراخ. نشوف بقى الفراخ بعد ما اتسلقت طلعتها ورصيتها في صينيه. وهنزل بقى بمعلقتين من الصلصه وملح وفلفل وبهارات فراخ وحبه زيت. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه وادهنها واحطها تحت الشواية. اول ما الجنب ده ياخد لون بقلبها على الجنب التاني واطلعها وادهنها برضو وادخلها برضو تحت الشواية. الحركة دي بقى هي التكة دي هي اللي هتديها طعم مختلف تماما. جبت كده فحم وولعته على النار، وبعدين نزلت عليه بشوية زيت. تعالوا بقى نقلي مع بعض كرات الجبنة. الغلطة اللي انا وقعت فيها ان انا حطيت كرات الجبنة ورا بعض كده، والزيت ما كانش حامي قوي، فكل الدور اللي انا حطيته ده كله فرقع معايا. انا عملتها النار كانت حامية قوي. نزلت بواحدة وبستنى 3 ثواني وانزل بالتانية علشان خاطر الزيت الحرارة بتاعته متنزلش معايا. ودي كانت بعد ما قليت، شايفين شكله حلو جدا ومفتحش معايا في الزيت. وطلعت الفراخ خلاص. وقطعت سلطة، ودي شكل المكرونة شكل الكرات كان طعمها جميل قوي. يا رب يكون الفطار النهارده عجبكم والوصفات تكون نالت اعجابكم. الفراخ بجد كان طعمها اكنها معمولة على الفحم. تعالوا نطلع قطعة من المكرونة كلها بشاميل ودايبة. واللحمة كل الصينية دي عملناها وما فيهاش لحمة نهائي. عملناها باللحمة اللي احنا خزناها رمضان بدون لحمة. الفيديو هتلاقوه في اول تعليق، ولو من على اليوتيوب هتلاقوه في صندوق الوصف. كرات الجبنة قرمشتها عالية جدا من بره ومن جوه طرية. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ده كان حلو برضو النهاردة. هتلاقوا الطريقة تحت. وانتظروني ان شاء الله في وصفات جديدة وافكار جديدة.